كانت عيله ارستقراطيه قوي وقتها، وعيب ابنهم يتجوز فنان. واضح ان انور وجدي كان بيعامل ليلى مراد بطريقه سيئه جدا وكلها انانيه، من الصفر تقريبا لاكبر نجمه اجرها اعلى من نجمات كتير قوي في هوليوود، لكن انور قدر يكبتها ويحتكرها نص عمرها الفني تقريبا. انه مش بيحب انور وجدي خالص علشان كان شخص بيأذي امه وعذبها كتير في حياته. هنتكلم النهارده عن نجمه من نجمات السينما والطرب، نجمه اتعذبت في حياتها وهي صغيره من والدها واتذلت وهي كبيره من جوزها. اتهموها ان هي بتجمع تبرعات للصهاينه والموساد ولبست فستان بثمن 4 عربيات. ليلى مراد او قيثاره الشر، نجمه عاليه قوي بحوالي 1200 غنوه و27 فيلم سينما، وكان اجرها اعلى من نجمات هوليوود وقتها. هنطير مع بعض في رحله صغيره مع العظيمه ليلى مراد بكل حلوها ومرها، وهنعدي على المحطات اللي فرقت في حياتها الفنيه والشخصيه كمان علشان نعرف سبب تعاستها اللي صدمني انا شخصيا وخلاني احب الست دي اكتر واكتر. بس قبل ما نبدا حلقتنا استاذنك تشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير علشان ده بيساعدنا في انتشار الفيديو والقناه. يلا بينا. يا مساء الفل على الكل. اتولدت ليلى مراد زي كل الفنانين الجامدين في اسكندريه سنه 1918، وابوها زكي مراد كان مطرب مشهور قوي وقتها، وكانت بتروح معاه كل الحفلات علشان تسمع المطربين، وكمان كانت بتروح مع المآتم علشان تسمع القرآن. وكان زكي مراد والدها بيدربها على الغنى من وهي صغيره، بس كان شديد معاها شويتين. كان لليلى مراد اخت برضه صوتها جميل قوي، لكن ما احترفتش الغنى واتجوزت وسافرت بره مصر. واخوها طبعا المخرج والملحن الكبير منير مراد. وفي يوم من الايام يسافر زكي مراد ابو ليلى مراد ويختفي خالص، وتتحول حياة ليلى مراد وعيلتها الجحيم، خصوصا ان ليها 4 اخوات تانيين طردوا من المدارس، ووصلت انهم انطردوا من بيتهم كمان. لكن اللي خد بايد ليلى في الفترة دي هو الملحن الكبير داوود حسني، اللي يعتبر علامة من علامات التلحين في مصر، وكان صاحب والدها زكي مراد وبيدربها على الغنى من زمان. ويساعدها داوود حسني ان هي تغني وتثبت نفسها في الحفلات لحد ما وصلت لحفلات الاذاعة، ودي كانت بدايتها الفنية الحقيقية سنة 34. ليلى مراد بالأرقام كسرت أرقام قياسية كتير من بداية تمثيلها في السينما لحد ما اعتزلت وهي عندها 37 سنة بس، وفي قمة نجوميتها كمان. وفي أول طريقها في الغنى ساعدها الموسيقار محمد عبد الوهاب، أول واحد دخلها لعالم السينما. في أول أفلامها فيلم يحيى الحب، وبعد عرض الفيلم شافها الفنان يوسف وهبي وخطفها علشان تمثل معاه، مع إنها ما مثلتش حلو خالص في فيلم يحيى الحب، لكنها مثلت مع يوسف وهبي 8 أفلام، ومثلت مع حسين صدقي 5 أفلام، فيلم منهم كان من إخراجه فيلم آدم وحواء، ومثلت مع يحيى شاهين 4 أفلام. وكل الأسماء اللي احنا بنقولها دي دول الكبار والنجوم في السينما من أول ما طلعت لحد هم ما اعتزلوا أو توفاهم الله، يعني مثلت في بداياتها مع كبارات السينما وقتها. لكن كان صاحب النصيب الأكبر في كل حاجة هو أنور وجدي، اللي شافت معاه النجومية والجحيم في نفس الوقت، وهنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي علشان ده حكايته حكاية. لكنها مثلت معاه 11 فيلم وأخرج لها 7 أفلام. وزي ما الملحن الكبير داوود حسني ليه الفضل الكبير على ليلى مراد، كان المخرج الكبير توجو مزراحي كمان هو اللي عمل ليلى مراد الممثلة بكل جوانبها من الصفر تقريبا لأكبر نجمة أجرها أعلى من نجمات كتير قوي في هوليوود. هي البيك او الذروه بتاعت ليلى مراد كانت مع افلام انور وجدي، لكن اللي حطها في المكان ده هو توجو مزراحي، المخرج الكبير اللي عمل افلام مهمه قوي 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 في السينما، واسس السينما المصريه اصلا وهي في بدايتها. لكن لما احتكرها انور وجدي كانت ليلى مراد بقت نجمه شباك ومطربه بيتخانق عليها اكبر الملحنين والشعراء في الوطن العربي كله، لكن انور قدر يكبتها ويحتكرها نص عمرها الفني تقريبا. واخر فيلم جمع ليلى مراد وانور وجدي كان فيلم بنت الاكابر سنه 53، واللي غنت فيه الاغنيه الجميله يا رايحين للنبي الغالي. الاغنيه دي حطها المخرج انور وجدي في الفيلم مخصوص علشان يبرأ ليلى مراد من الاشاعه اللي كانت طالعه عليها ان هي بتلم تبرعات لصالح الصهاينه والموساد، وكانت الاغنيه دي علشان تثبت براءتها وتاكد ان هي مسلمه ومصريه، وان الاشاعه دي حقيره وقصدها تشويه سمعتها بس. وهقول لكم دلوقتي مين اللي كان السبب في الاشاعه دي، بس المهم دلوقتي ان ليلى مراد كانت مصريه واسلمت في رمضان سنه 47 على ايد شيخ الازهر
وهي اللي اهتدت للاسلام لوحدها بعد ما صحيت من النوم على صوت اذان الفجر وحست ان الاذان بيناديها. صحت جوزها انور وجدي علشان تقول له ان هي عاوزه تسلم، ما صحيش. راحت واخده نفسها وراحت لبست لبس مناسب وطرحه وقعدت مستنيه للصبح، وطلعت على الازهر على طول، اعلنت اسلامها ورجعت وذبحت الذبايح ووزعت على الفقراء وعملت مائده رحمن كبيره في شارع شريف، واختارت لنفسها اسم ليلى مراد بدل اسمها اليهودي ليلى زكي مردخاي أصولين. ونروح لحياة ليلى مراد الشخصية اللي نصها أحزان والنص التاني أوجاع، ونبدأ باليوم اللي صحيت فيه من النوم حاسة إن صدرها انشرح للإسلام، وصحت جوزها أنور وجدي من النوم وقالت له على اللي هي حاسة بيه وإن هي عاوزة تسلم، قال لها أنت بتخرفي، وراح مكمل نومه. علشان الموقف ده بيبين علاقتهم مع بعض اللي كانت كلها توتر واستغلال من أنور وجدي لموهبة ليلى مراد ونجوميتها في الوقت ده. وعلى لسان ليلى مراد نفسها قالت إن هي كانت بالنسبة له مجرد مشروع تجاري بيدخل له فلوس كتير، وهو ده السبب اللي خلاهم يتطلقوا 3 مرات قبل الانفصال الاخير بينهم، هو اللي خلاه يحط اغنيه يا رايحين للنبي الغالي في الفيلم علشان يبرئها وينقذ افلامه وفلوسه اللي ممكن تتمنع او تتصادر لو ليلى مراد حصل لها اي حاجه. واضح ان انور وجدي كان بيعامل ليلى مراد بطريقه سيئه جدا وكلها انانيه، لدرجه اني سمعت حكايات انه كان بيرفض رفض قاطع اي اعمال تجيلها هو مش منتجها او اي طرف فيها. ولما حس ان ليلى مراد بدات تحاول تفلفص منه وتبعد عن الضغط اللي هو بيضغطه ليها والخنقه اللي هو خانقها لها، بدا يضغط عليها نفسيا بخناقات ومشاكل قبل تصويرها للافلام علشان ما تعرفش تركز وتطلع باوحش صوره علشان تفشل. وقريت اخبار ما اقدرش اقول ان هي صح 100% ان انور وجدي هو نفسه اللي طلع الاشاعه ان ليلى مراد بتلم فلوس للموساد والصهاينه، ولما حاول يبرئها باغنيه يا رايحين للنبي الغالي كان لمصلحته برضه زي ما قلنا من شويه. وعلى كلام ابنها زكي فطين عبد الوهاب ان هي كانت متعذبه وهي صغيره من ضغط ابوها عليها وهربت منه بجوازها من انور وجدي، لكن انور وجدي زود العذاب ده على ليلى مراد واستغلها ماديا كمان. وقال زكي فطين عبد الوهاب انه مش بيحب انور وجدي خالص علشان كان شخص بيأذي امه وعذبها كتير في حياتها. ليلى مراد اتجوزت 3 مرات، اول مره من انور وجدي وتاني مره من وجيه اباظه ابو ابنها اشرف، وكانت الجوازه الثالثه والاخيره من المخرج الكبير فطين عبد الوهاب ابو ابنها المخرج والممثل الراحل زكي فطين عبد الوهاب. بعد انفصال ليلى مراد عن انور وجدي اتجوزت وجيه أباظة في السر سنة واحدة بس، وخلفت ابنها الوحيد منه أشرف، وانفصلوا على طول بسبب مشاكل نرجسية عيلة الأباظية اللي كانت عيلة أرستقراطية قوي وقتها، وعيب ابنهم يتجوز فنانة. بعد كده اتجوزت المخرج الكبير فطين عبد الوهاب واعتزلت التمثيل وهي في عز نجوميتها بدون إبداء أي أسباب. وعاشت بعدها ليلى مراد حياة هادية خالص بتربي أولادها أشرف أباظة وزكي فطين عبد الوهاب لحد ما توفت بهدوء برضه، وطلبت قبل ما تموت إن محدش من الإعلام يعرف عن وفاتها خالص إلا بعد دفنها، ومحدش يحضر الدفنة غير القريبين جدا، ووصت إن هي يتصلى عليها من مسجد السيدة نفيسة، وده كان في يوم 21/11 سنة 95. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل العذاب اللي شافته في ميزان حسناتها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفكم في حلقة جديدة في السينما. سلام.